السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في مطبخ الورد الجوري. هنعمل مع بعض النهاردة أول يوم رمضان. عملنا كام صنف هوريكم نعمله ازاي. يا رب يعجبكم. سامعين الأذان اهو. كل سنة وانتم طيبين وكل عيلتي طيبة وأولادي. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ويلا بينا نشوف هنعمل ازاي كل حاجة من الحاجات دي. دلوقتي انا هعمل حشوة البطة. انا جبت الكبد والقوانص وحطيتها في ميه مغليه ويجيبها خدت غلوه كده وطلعتها علشان بس تسخن. وبعدين حطيتها هنا وقطعت بصلتين عليها وهسيبها كده تتشوح. وبعدين احط عليها الرز وهسيبها تستوي شويه يعني نص سوا. وبعدين هحشي البطه دي هسيبها كده شويه وبعدين نحط الرز. وادي الكبده هحط عليها شويه ميه علشان تستوي قبل ما احط الرز. اهي هسيبها تستوي يعني شويه بعدين احط الرز علشان احشي البطه. بعد ما سبتها شويه هحط الرز وهسيبه يستوي نص سوا. انا حطيت التوابل بتاعتي وهسيبه كده. في نفس الوقت انا حاطه ميه البطه بتغلي علشان تبقى جاهزه معايا اول ما الرز يستوي اروم يعني احطه على طول. ادي الرز بعد ما استوى اهو. كنت حاطه ورق لوري يدي طعم برضو. وهحشي البطه دلوقتي انا قطعت بصل وفلفل وكمون وملح. انا مبحبش احط اي توابل تانية غير الفلفل والكمون. هعمل البطه كده من بره ومن جوه كده. وهسيب نص الخلطة علشان احطها في المية اللي بتغلي دلوقتي على النار. دلوقتي هحشي البطة. ادي الرز اللي احنا عملناه كده. ادي حطيت الرز ووزعته كده. ودلوقتي هقفلها. هي بالشكل كده. اهي قفلت. وبعدين هعملها بالسكينة. ودلوقتي هعملها كده علشان تستوي بالسكينة كده. وانا حاطة المية حطها دلوقتي في المية بعد ما غلت. دلوقتي انا حطيت البصل اللي كنت عاملاه والفلفل والكمون طبعا والملح بس ما حطيتش توابل. يمكن حطيت ورقتين صغيرين وورق لوري. وبعدين احط البطه اهي وهسيبها وابدا اشتغل في الاصناف التانية. ادي البطه انا هروح دهناها بالسمنه واحطها في الفرن. ودي اسهل حاجه وهتعجبكم قوي. ولا كاتشب ولا صلصه ولا اي حاجه. هي بس سمنه كده وهروح احطها في الفرن. ويستحسن انها تكون سمنه بلدي. دلوقتي هعمل تتبيله الفراخ. انا حطيت خل وفلفل وكمون. هحط شويه طحينه. وعندي التوابل عندك زعتر عندي كزبره زي ما قلت فلفل وكمون. وعندي بهارات اللي هي السبع بهارات. وكمان خلطت طماطم مع بصلة وهحطها عليها كده. وهحط شوية كركم وهقلبهم واحط الفراخ فيه.
ادي التتبيله بعد ما عملتها زي ما قلت لكم. انا حطيت خل وطحينه والتوابل بتاعتي، اي توابل عندك حطيها، لان الفراخ البيضاء بتحب التوابل. وزي ما شفتوا انا في البطه ما حطيتش غير الفلفل والكمون. برضو الفراخ البلدي ما تحطيش فيها غير الفلفل والكمون. ادي حطيت زي ما قلت خل وزيت وكركم واي توابل عندك حطيها زائد الملح. ادي الفراخ، اقل حاجه هتحطيها ساعتين، لو اكتر يبقى احسن. انا احطها في التتبيله. دلوقتي الفراخ استوت معايا. جبت فحميه، لازم حاجه بغطا. حطي بقى سمنه، شويه زيت مش مشكله، المهم تطلعي الدخان ده على الفراخ اهو. والحق الدخان ده كده. ادي هنعمل المحشي. ادي الرز، كذا نوع محشي اهو، يعني التنوع لازم في اي حاجه. شايفين الخضار ده انا مفرزاه، شايفينه اخضر ازاي؟ لان طريقه التفريز كانت صح. لازم لما تعملي الخضار تحطيه في مصفى يصفي الميه بتاعته، وبعدين تحطيه في الكيس وتقفليه كويس كويس قوي. ادي الرز، واحط الخلطه بتاعتي دي. الخلطه الصلصه اللي انا عملت بصل على طماطم وسبتهم يتسبكوا، دي بتديني حمار للمحشي جميل قوي. وادي الخضار، على قد ما تقدري كتري خضار، بالذات اللي بيحبوا يعملوا رجيم عشان ما ياكلوش الرز كتير. كتري الخضار في المحشي. ادي الخضار، وكمان قطعت بصله كده وطماطم، وكل ده هقلبه في بعض طبعا مع التوابل والملح. هقلبه كده مع بعض. دلوقتي هعمل معاكم بطاطس المراكب اللي هنحشيها باللحمه المفرومه والبشاميل. اول حاجه غسلناها وهقسمها كده من النص. ادي قسمتها كده نصين، واعملها بالمعلقه كده علشان افرغها لمكان اللحم كده. اللي بفرغه ده مش هرميه، ده عامل زي الشيبس كده، وهسويه طبعا زي الشيبس واحطه اهو بالشكل ده كده اهو. وقبل ما احط طبعا اللحمه هحط فلفل وكمون علشان تديني طعم البطاطس اهي كده بالشكل ده. بعد ما عملت البطاطس اهي شكل المراكب اهي مجوفه، احط فيها الفلفل والكمون كده. وطبعا مش هرمي اللي كان في البطاطس اهو، وزي الشيبس بالظبط. انا هعمله واحمره واحطه في الصينيه تحت القوارب بتاعتي دي. ادي الفلفل والكمون وهقليه وارجع لكم. ادي القوارب انا حطيت فيها عشان احط في الصينيه من تحت، وبعدين في نفس الوقت انا هعمل البشاميل على العين بتاعتي. دلوقتي هحط معلقه زبده عشان البشاميل، وعشان اكسب وقت زي ما قلت لكم حطيت البطاطس على العين التانية تتحمر. ادي البشاميل حطيت معلقتين زبده ومعلقتين دقيق. ادي البطاطس شغاله تتحمر عشان اكسب وقت. ادي الدقيق عمل معايا وقلبته في الزبده. هحط اللبن دلوقتي وافضل اقلب علشان ما يكلكعش مني. بسرعه كده اقلب، كل ما يحتاج احطله كده عشان يبقى طري كده. عايز تاني
اهو. اهو عمل معايا. ودلوقتي انا هحط بيض عليها فلفل وكمون. لو ما عندكيش البيض مش مشكله، اعملي البشاميل باللبن بس. كمان البيض غالي يعني، ما تخليش حاجه تقع معايا. دلوقتي هقلب. وكده خلاص القوام بتاعي بقى مظبوط. دلوقتي انا حمرت البطاطس اللي طلعتها من تجويف البطاطس لما عملنا مع بعض اهو. هفردها كده وبعدين نحط قوارب البطاطس بتاعتي. هذه البطاطس اهي حطيتها تتحمر وبعدين هحشيها لان عايزه كل حاجه مستويه. اللحمه زي ما عملت كده، اللحمه المفرومه سويتها والبطاطس اللي طلعتها سويتها. وادي البطاطس يعني هتاخد بس وش كده بعد ما احط الجبنه الموتزاريلا، بعد ما احطها في الفرن يعني مش هتقعد كتير تاني كده على الفرن يعني. ادي البطاطس بعد ما اتحمرت هحشيها كده باللحمه اهي كده. طبعا انا عملت البشاميل وجهزته. الطريقه دي جميله من غير صلصه من غير طماطم، هي كده جميله قوي بالشكل ده كده. اهي كده. وفي الاخر هحط على الوش يعني جبنه موتزاريلا اهي كده. ما بتحتاجش لحمه كتير يعني اهو. وبعدين انا هجيب البشاميل زي ما قلت لكم الحاجات دي كلها مستويه يعني مش هتقعد في الفرن كتير. ادي البشاميل اهو. هغطيه كويس قوي. انا عامله كميه حلوه من البشاميل اهو كده. ادي بعد ما حطيت البشاميل دلوقتي هحط جبنه الموتزاريلا. الاصناف اللي انا بعملها دي يعني اختاروا صنف واعملوه، مش شرط انك تعملي ده كله. ده بس عشان رمضان، كل سنه وانتم طيبين، فطار رمضان اول يوم فلازم ننوع. وكمان في العزومات يعني تعملي الانواع دي في العزومات يعني مش كل يوم هنعمل الاصناف دي مع بعض اهو كده. وبعدين هحطها في الفرن. مش هتاخد سوا معايا كتير، يا دوب هتاخد الوش هتحمره معايا. دلوقتي انا هجهز اللحمه المفرومه للحاجات اللي انا هعملها مره واحده علشان يعني ايه ابقى ارتب اللي انا هعمله. دلوقتي حطيت اللحمه المفرومه وخرجت عليها البصل والفلفل وطبعا الملح والفلفل والكمون واسيبها لما تستوي ونشوف هنعمل ايه دلوقتي. ادي الجلاش بعد ما حطيته دلوقتي هحط في وسطيه اللحمه زي ما عملت. انا لسه عامله اللحمه كلها مع بعض علشان اكسب وقت. ادي حطيتها كده وبعدين هكمل وارجع لكم تاني. ادي بعد ما خلصت الجلاش انا هقسمه كده مربعات وبعدين هنحط على الوش جايبه السمسم وحبه البركه. لو ما فيش عندك مش مشكله، ما تقفيش على حاجه اهو كده. قلت الجلاش وهحط كده السمسم، هو بيدي طعم وشكل اهو كده.
وكمان جايبه حبه البركه اهو. الجلاش زي ما احنا عارفين ما بياخدش سوا، بس لازم اسخن الفرن الاول اهو كده. دلوقتي هعمل اللبن بالبيض علشان الجلاش الحادق. انا حطيت شويه في الفرن وهطلعه دلوقتي. انا دلوقتي حطيت بيضتين ولبن وشوربه. عايزه تحبي تعملي لبن براحتك، بس الشوربه برضو بتدي طعم جميل قوي. هطلع دلوقتي الصينيه واحط عليه. ادي طلعت الجلاش ودي الخلطه بتاعتي. طبعا حطيت التوابل بتاعتي، الفلفل والكمون والملح كده، واحركها كده عشان تنزل في الجوانب، وارجعها تاني الفرن. دلوقتي هعمل الحلويات. عملت الجلاش، حط كده. عايزه تحطي رق واحد براحتك، 2، وبعدين تحطي السمنه عشان السمنه ما تبقاش كتير اهو كده. ادي بعد ما عملت يعني شويه من الجلاش، دلوقتي هحط الحشوه بالجلاش الحلو، وبعدين هكمل بقيه الجلاش. ودلوقتي بكمل، وبعدين هنقطعها قبل ما نحطها في الفرن. دلوقتي انا هقطع كده قبل ما احطه في الفرن، قطع مربعات، التقطيع اللي انت عايزاه اعمليها. بس زي ما انتوا عارفين انا هعمل كذا صنف، بس مش فاضيه ان انا اعمل يعني تشكيله في الجلاش، هبقى اعملها في حلقه تانية. ادي هعملها بالطول وبالعرض مربعات كمل كده. وادي الناحيه التانية كمان، بعدين احطها في الفرن. طبعا لازم اسخن الفرن. وادي الجلاش بعد ما استوى اهو، طري وجميل، مش شربات مظبوط. ادي بعد ما خلصت، ادي عملت الفراخ في الفرن، حطيت معاها الفحم، ادتني ريحه حلوه قوي. وادي البطه حمرناها في الفرن، وادي الجلاش، وادي المحشي. انا ما كترتش، يعني شويه من كل نوع علشان نقتصد شويه. وادي البطاطس، وادي السلطه، وادي كمان الملوخيه، وادي محشي ورق العنب. طبعا لازم الشوربه. كل سنه وانتم طيبين، يا رب تعجبكم لما تعملوا يعني صنف واحد، دي علشان عزومه. وكل سنه وانتم طيبين، اول يوم في رمضان، فلازم نعمل كام صنف، يعني مش هنعمل كده كل يوم. كل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في مطبخ الورد الجوري. هنعمل مع بعض النهاردة أول يوم رمضان. عملنا كام صنف هوريكم نعمله ازاي. يا رب يعجبكم. سامعين الأذان اهو. كل سنة وانتم طيبين، كل عيلتي طيبة وأولادي. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم. ويلا بينا نشوف هنعمل ازاي كل حاجة من الحاجات دي.
دلوقتي انا هعمل حشوة البطة. انا جبت الكبد والقوانص وحطيتها في ميه مغليه ويدوبك خدت غلوه كده طلعتها علشان بس البصل، وبعدين حطيتها هنا وقطعت بصلتين عليها وهسيبها كده تتشوح، وبعدين احط عليها الرز وهسيبها تستوي شويه يعني نص سوا، وبعدين هحشي البطه دي هسيبها كده شويه وبعدين نحط الرز. وادي الكبده احط عليها شويه ميه علشان تستوي قبل ما احط الرز. اهي كده تستوي يعني شويه بعدين احط الرز علشان احشي البطه. بعد ما سبتها شويه هحط الرز وهسيبه يستوي نص سوا. انا حطيت التوابل بتاعتي وهسيبه كده. في نفس الوقت انا حاطه ميه البطه بتغلي علشان تبقى جاهزه معايا اول ما الرز يستوي ارم يعني احطه على طول. ادي الرز بعد ما استوى اهو، كنت حاطه ورق لوري يدي طعم برضو، وهحشي البطه دلوقتي انا قطعت بصل وفلفل وكمون وملح. انا مبحبش احط اي توابل تانية غير الفلفل والكمون. هعمل البطه كده من بره ومن جوه كده، وهسيب نص الخلطة علشان احطها في المية اللي بتغلي دلوقتي على النار. دلوقتي هحشي البطة. ادي الرز اللي احنا عملناه كده، ادي حطيت الرز ووزعته كده، ودلوقتي هقفلها. هي بالشكل كده. اهي قفلت، وبعدين هعملها بالسكينة. ودلوقتي هعملها كده علشان تستوي بالسكينة كده. وانا حاطة المية حطها دلوقتي في المية بعد ما غلت. ودلوقتي انا حطيت البصل اللي كنت عاملاه والفلفل والكمون طبعا والملح بس، ما حطيتش توابل. يمكن حطيت ورقتين صغيرين ورق لوري. وبعدين احط البطه اهي وهسيبها وابدا اشتغل في الاصناف التانية. ادي البطه انا هروح دهناها بالسمنه واحطها في الفرن، ودي اسهل حاجه وهتعجبكم قوي، ولا كاتشب ولا صلصه ولا اي حاجه، هي بس سمنه كده، وهروح احطها في الفرن. ويستحسن انها تكون سمنه بلدي. دلوقتي هعمل تتبيله الفراخ. انا حطيت خل وفلفل وكمون، هحط شويه طحينه، وعندي التوابل، عندك زعتر، عندي كزبره زي ما قلت، فلفل وكمون، وعندي بهارات اللي هي السبع بهارات، وكمان خلطت طماطم مع بصلة وهحطها عليها كده، وهحط شوية كركم وهقلبهم واحط الفراخ فيه. ادي التتبيلة بعد ما عملتها زي ما قلت لكم. انا حطيت خل وطحينة والتوابل بتاعتي، اي توابل عندك حطيها لان الفراخ البيضة بتحب التوابل. وزي ما شفتوا انا في البطة ما حطيتش غير الفلفل والكمون. برضو الفراخ البلدي ما تحطيش فيها غير الفلفل والكمون. ادي حطيت زي ما قلت خل وزيت وكركم واي توابل عندك حطيها زائد الملح. ادي الفراخ، اقل حاجة هتحطيها ساعتين، لو اكتر يبقى احسن. انا احطها في التتبيلة
دلوقتي الفراخ استوت معايا. جبت فحمية، لازم حاجة بغطا. حطي بقى سمنة، شوية زيت مش مشكلة، المهم تطلعي الدخان ده على الفراخ اهو. والحق الدخان ده كده. ادي هنعمل المحشي. ادي الرز، كذا نوع محشي اهو، يعني التنوع لازم في اي حاجه. شايفين الخضار ده انا مفرزاه، شايفينه اخضر ازاي؟ لان طريقه التفريز كانت صح. لازم لما تعملي الخضار تحطيه في مصفى يصفي الميه بتاعته، وبعدين تحطيه في الكيس وتقفليه كويس كويس قوي. ادي الرز، واحط الخلطه بتاعتي دي. خلطه الصلصه اللي انا عملت بصل على طماطم وسبتهم يتسبكوا، دي بتديني حمار للمحشي جميل قوي. وادي الخضار، على قد ما تقدري كتري خضار، بالذات اللي بيحبوا يعملوا رجيم عشان ما ياكلوش الرز كتير. كتري الخضار في المحشي. ادي الخضار، وكمان قطعت بصله كده وطماطم، وكل ده هقلبه في بعض طبعا مع التوابل والملح. هقلبه كده مع بعض. دلوقتي هعمل معاكم بطاطس المراكب اللي هنحشيها باللحمه المفرومه والبشاميل. اول حاجه غسلناها وهقسمها كده بالنص. ادي قسمتها كده نصين، واعملها بالمعلقه كده علشان افرغها لمكان اللحم كده. اللي بفرغه ده مش هرميه، ده عامل زي الشيبس كده، وهسويه طبعا زي الشيبس واحطه اهو بالشكل ده كده اهو. وقبل ما احط طبعا اللحمه هحط فلفل وكمون علشان تديني طعم البطاطس اهي كده بالشكل ده. بعد ما عملت البطاطس اهي شكل المراكب اهي مجوفه، احط فيها الفلفل والكمون كده. وطبعا مش هرمي اللي كان في البطاطس اهو، وزي الشيبس بالظبط. انا هعمله واحمره واحطه في الصينيه تحت القوارب بتاعتي دي. ادي الفلفل والكمون وهقليه وارجع لكم. ادي القوارب انا حطيت فيها علشان احط في الصينيه من تحت، وبعدين في نفس الوقت انا هعمل البشاميل على العين التانية. دلوقتي هحط معلقه زبده عشان البشاميل، وعشان اكسب وقت زي ما قلت لكم حطيت البطاطس على العين التانية تتحمر. ادي البشاميل اللي حطيت معلقتين زبده ومعلقتين دقيق. ادي البطاطس شغاله تتحمر عشان اكسب وقت. ادي الدقيق عمل معايا وقلبته في الزبده. هحط اللبن دلوقتي وافضل اقلب علشان ما يكلكعش مني. بسرعه كده اقلب، كل ما يحتاج احط له كده عشان يبقى طري كده. عايز تاني اهو. اهو عمل معايا. ودلوقتي انا هحط بيض عليها فلفل وكمون. لو ما عندكيش البيض مش مشكله، اعملي البشاميل باللبن بس. كمان البيض غالي يعني ما تخليش حاجه تقع معايا. دلوقتي هقلب وكده خلاص
القوام بتاعي بقى مظبوط. دلوقتي انا حمرت البطاطس اللي طلعتها من تجويف البطاطس لما عملنا مع بعض اهو. هفردها كده وبعدين نحط قوارب البطاطس بتاعتي. هذه البطاطس اهي حطيتها تتحمر وبعدين هحشيها لان عايزه كل حاجه مستويه. اللحمه زي ما عملت كده، اللحمه المفرومه سويتها والبطاطس اللي طلعتها سويتها وادي البطاطس يعني هتاخد بس وش كده بعد ما احط الجبنه الموتزاريلا بعد ما احطها في الفرن، يعني مش هتقعد كتير تاني كده يعني في الفرن. ادي البطاطس بعد ما اتحمرت هحشيها كده باللحمه اهي كده. طبعا انا عملت البشاميل وجهزته. الطريقه دي جميله من غير صلصه من غير طماطم، هي كده جميله قوي بالشكل ده كده. هي دي اهي كده. وفي الاخر هحط على الوش يعني جبنه موتزاريلا اهي كده. ما بتحتاجش لحمه كتير يعني اهو. وبعدين انا هجيب البشاميل زي ما قلت لكم الحاجات دي كلها مستويه يعني مش هتقعد في الفرن كتير. يعني البشاميل اهو هغطيه كويس قوي. انا عامله كميه حلوه من البشاميل اهو كده. ادي بعد ما حطيت البشاميل دلوقتي هحط الجبنه الموتزاريلا. الاصناف اللي انا بعملها دي يعني اختاروا صنف واعملوه، مش شرط انك تعملي ده كله. ده بس عشان رمضان، كل سنه وانتم طيبين، فطار رمضان اول يوم فلازم ننوع. وكمان في العزومات يعني تعملي الانواع دي في العزومات يعني مش كل يوم هنعمل الاصناف دي مع بعض اهو كده. وبعدين هحطها في الفرن، مش هتاخد سوا معايا كتير، يا دوب هتاخد الوش هتحمره معايا. دلوقتي انا هجهز اللحمه المفرومه للحاجات اللي انا هعملها مره واحده علشان يعني ايه ابقى ارتب اللي انا هعمله. دلوقتي حطيت اللحمه المفرومه وخرجت عليها البصل والفلفل وطبعا الملح والفلفل والكمون واسيبها لما تستوي ونشوف هنعمل ايه دلوقتي. ادي الجلاش بعد ما حطيته دلوقتي هحط في وسطيه اللحمه زي ما عملت. انا لسه عامله اللحمه كلها مع بعض علشان اكسب وقت. ادي حطيتها كده وبعدين هكمل وارجع لكم تاني. ادي بعد ما خلصت الجلاش انا هقسمه كده مربعات وبعدين هنحط على الوش جايبه السمسم وحبه البركه. لو ما فيش عندك مش مشكله، ما تقفيش على حاجه اهو كده. الجلاش وهحط كده السمسم، هو بيدي طعم وشكل اهو كده. وكمان جايبه حبه البركه اهو. الجلاش زي ما احنا عارفين ما بياخدش سوا، بس لازم اسخن الفرن الاول اهو كده. دلوقتي هعمل اللبن بالبيض علشان الجلاش الحادق. انا حطيت شويه في الفرن وهطلعه دلوقتي. انا دلوقتي حطيت بيضتين ولبن وشوربه. عايزه تحبي تعملي لبن براحتك، بس الشوربه برضو بتدي طعم جميل قوي
هطلع دلوقتي الصينية واحط عليه. ادي طلعت الجلاش ودي الخلطة بتاعتي. طبعا حطيت التوابل بتاعتي، الفلفل والكمون والملح كده، واحركها كده عشان تنزل في الجوانب، وارجعها تاني الفرن. دلوقتي هعمل الحلويات. عملت الجلاش، حط كده. عايزة تحطي رق واحد براحتك، 2، وبعدين تحطي السمنة عشان السمنة ما تبقاش كتير اهو كده. ادي بعد ما عملت يعني شوية من الجلاش، دلوقتي هحط الحشوة بالجلاش الحلو، وبعدين هكمل بقية الجلاش. ودلوقتي بكمل، وبعدين هنقطعها قبل ما نحطها في الفرن. دلوقتي انا هقطع كده قبل ما احطه في الفرن، اقطع مربعات، التقطيع اللي انت عايزاه اعمليها. بس زي ما انتوا عارفين انا هعمل كذا صنف، بس مش فاضيه ان انا اعمل يعني تشكيله في الجلاش، هبقى اعملها في حلقه تانية. ادي اعملها بالطول وبالعرض مربعات. كمل كده، وادي الناحيه التانية كمان. بعدين احطها في الفرن، طبعا لازم اسخن الفرن. وادي الجلاش بعد ما استوى اهو، طري وجميل، مش شربات مظبوط. ادي بعد ما خلصت، ادي عملت الفراخ في الفرن، حطيت معاها الفحم، ادتني ريحه حلوه قوي. وادي البطه حمرناها في الفرن، وادي الجلاش، وادي المحشي. انا ما كترتش، يعني شويه من كل نوع علشان نقتصد شويه. وادي البطاطس، وادي السلطه، وادي كمان الملوخيه، وادي محشي ورق العنب. طبعا لازم الشوربه. كل سنه وانتم طيبين، يا رب تعجبكم لما تعملوا يعني صنف واحد، دي علشان عزومه. وكل سنه وانتم طيبين، اول يوم في رمضان، فلازم نعمل كام صنف، يعني مش هنعمل كده كل يوم. كل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناه.